بما اني ملكة الملوخية والمحشي، تعالوا اقول لكم ازاي بخزن الورق عنب الفريش الخطير وبيفضل معايا طول السنة. بطلعه من الفريزر كأنه لسه جايباه حالا. اول حاجة، لو اشتريتوا ورق عنب في اطباق فوم زي ما هو كده، ارجعوا البيت حطوه في الفريزر من غير ما تغسلوه، من غير اي حاجة. لكن لما بشتريه بقى من الخضري، بجيب اكياس ثلاجة من شركة فالكون، او اكياس اللي هي الساندوتشات اللي هي بتاعت اللانش بوكس عادي. وبرده يا جماعة من غير ما اغسله، من غير ما اغليه، من غير ما اعمل له اي حاجة، بروح فرداه في اكياس الثلاجة دي او اكياس الساندوتشات. بتعملوا ايه؟ بتحطوه في الفريزر، وبعدين بقى اي وقت تحتاجوه طول السنه بتطلعوه، بتحطوه في ميه مغليه، ومن غير برده ولا ليمون ولا اي حاجه، ميه مغليه بس. على طول بعد ما بتحطوه في الميه المغليه دي هتلاقوه لونه غير، بتروحوا مطلعينه كانكم لسه شارينه النهارده. وبس كده. دي طريقه تخزين الورق عنب. انا عارفه ان في ناس كتير جدا بتعملها بمليون طريقه، لكن دي الطريقه المعتمده اللي طول عمري بخزن بيها الورق عنب. وحد طبعا هيجي يقول لي طب احنا ممكن نحطه بكيس الخضره على طول في الفريزر. اقول لكم زي ما انتم حابين، كل واحد وراحته. انا بالنسبه لي الطريقه دي انضف بكتير واضمن بكتير. وبجد هستنى رايكم في تخزين ورق العنب بالطريقه دي، وهكتب لكم التسبيكه تحت الفيديو.